السلام عليكم. أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا المرعبة. قصة النهاردة دي حصلت بالفعل لشاب في محافظة الشرقية في فترة التسعينيات. القصة دي قلبت الدنيا لأن قرية كاملة تجمهرت عشان تحمي وتجيب شاب الجن عمل فيه حاجة محدش يتخيلها. القصة دي حصلت بالفعل، ما تسمعوهاش غير من تيتا المرعبة بس. لكن قبل ما نبدأ الفيديو بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ما تنسوش الشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. بتمنى منكم دعم القناة لأن للأسف المشاهدات في القناة قليلة جدا. ممكن تساعدوني بدعم القناة. نبدأ قصتنا، نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. في محافظة الشرقية، شاب في فترة التسعينات، في أواخر التسعينات. الشاب ده هو وابن عمه كانوا بيروحوا يغفروا جنينة مانجا. في الوقت ده كان الأهالي طبعا أخدين جناين، والجناين دي كان بيبقى بيروحوا فيه الناس بيجيبوا أغافر يأجروهم، بحيث ان عشان لو حد بيروح يسرق مانجا او حد، لان اطفال او كبار كانوا بيروحوا يحدفوا الشجر المانجا بالطوب فالمانجا تقع وياخدوها يسرقوها، او ناس كبيرة كانت بتروح تسرق بالشوال وبالشوالين مانجا. فكانوا الاهالي في ناس بتجيب غفر يأجروهم، الغفر دول بيبقوا معاهم سلاح، وفي اهالي تانية كانوا بيروحوا هم بنفسهم هم اولادهم اللي يحرسوا الجناين بتاعتهم. الشاب ده هما كانوا 3 اخوات، كانوا اخدين جناين، كانوا بعتوا ولادهم بالنهار يحرسوا الجناين، وبالليل كانوا الاهالي الاباء الكبار هما اللي بيروحوا يحرسوا الجناين، وكان بيبقى معاهم السلاح بتاعهم. طبعا بيبقى معاهم نار وبيبقى معاهم كل حاجة عشان لو هيعملوا شاي او حاجة، وبيبقى معاهم السلاح برضه عشان المنطقة دي كانت مهجورة. المنطقة دي كمان يعني هما اللي كانوا بيخافوا منه بالاكتر الحرامية او ديب مثلا، لكن ما كانش يتخيل حد فيهم ان هو يحصل اللي هيحصل للشاب ده. بيقولوا احنا دايما كنا بنمشي قبل اذان المغرب، يعني اول ما الشمس يعني تيجي تغرب او يحين وقت الغروب قبلها بحوالي دقايق كده وخلاص الشمس بقى لونها يبدأ لونها يتغير وخلاص هتغيب. كنا بنمشي، الشباب دول كانوا بيخافوا يبقوا موجودين في الجنينة في الوقت ده، لأن الجنينة في مكان وحش وكلها جناين وفي هناك جزيرة كبيرة، فكانوا بيخافوا. وكانوا لا أول ما بيمشوا أهاليهم بيقابلوهم في بداية العمار، كانوا الأهالي بيقابلوهم جايين للمكان ده. فالشاب ده بيقول كنا خلاص يعني ماشيين على حدود الجناين، كانوا خلاص خارجين من الجناين، يعني هم طلعوا برا الجنينة وخلاص طلعوا برا السور، لان الجناين دي كانت متحوطة بسور وهم خلاص برا وماشيين من جنب السور. كانوا هيروحوا في مكان كده يعني مكان فاضي رملة وبعد كده يطلعوا على عمار. بيقولوا بس واحنا ماشيين من جنب السور لاحظنا ان في شجرة فيها حباية مانجا كبيرة كبيرة قوي ومستوية وصفرة، يعني زي ما بيقولوا على أبوها في المثل كده، يعني مستوية خالص. بيقول طبعا الجنينة كان لسه المانجا فيها يعني صغيرة جدا، كانت لسه قد حباية البلح كده، قد البلح يعني، كانت لسه مش كبرت ولا استوت ولا أي حاجة، لكن يعني أغلبيتها. بيقول واللي كبيرة شوية كانت يعني أصغر من البرتقانة. بيقول دي لأ، دي كبيرة جدا ومستوية، ما كانش في مانجا كده. بيقول زغللت في عين ابن عمي أوي. هنغير الاسم طبعا، هنقول ان هو كان اسمه احمد. بيقول ابن عمه ده قال له انا هطلع اجيب حبايه المانجا. قال له يا ابني تعالى خلاص ده الشمس خلاص راحت اهي، يلا مانجا مين نبقى نيجي بكره. قال له لا يا عم، ده ابوك او عمك حد هيشوفها ياخدها، ده انا نفسي في المانجا او مش كفايه المانجا الخضراء اللي احنا بناكلها. قال له يا ابني تعالى. قال له لا انا هطلع. السور ده كان ارتفاعه حوالي مترين، مترين وحاجه، وكان سور طينه. بيقول فعلا طلع على السور ونط والشعبط يعني الفرع بتاع الشجرة دي كان قريب خالص على السور. بيقولوا هو كده بيفز عشان يجيب حباية المانجا، بيقول لقيت الولد برق وايده اتثبتت جنبه وصرخ صرخة انا عمري في حياتي ما شفته ولا سمعته بيصرخ الصرخة دي. صرخة زي ما يكون مكتومة، زي ما يكون حد حاطط ايده على بقه. بيقول الشاب صرخ وقام جاي واقع في الجنينة من جوه.
يعني بيقول يعني تخيل كده شكل حد اتكتف، بيقول انا تلاقيت ايديه اتحطت جنبه زي ما يكون اتكتف وبيصرخ صراخ مكتوم، زي ما يكون حاطط ايده على بقه. اقول له ايه يا احمد، في ايه يا احمد؟ بيقولوا تلاقيت احمد وقع بطوله زي ما هو اتقلب الناحية التانية، يعني مش شمال يمين ولا شمال، لا على طول على الناحية التانية على طول، زي ما يكون حد ربطه كده ورماه. بيقول في الوقت ده انا معرفتش اعمل ايه، بس انا حسيت ان في حاجة مش طبيعية. فبيقول طلعت اجري وانا بصرخ، لان انا عرفت ان احمد في حاجة حصلت، احمد شاف حاجة. انا قلت على طول احمد شاف حاجة. بقول طلعت اجري، يعني مفيش 5 دقايق قابلت ابويا وعمي وانا بصرخ. قالوا لي ايه يا ابني، في ايه، فين انت بتيجي كده، احمد جرى له حاجه، فين احمد مش معاك ليه؟ بيقول قلت لهم ده احمد كان واقف على سور الجنينه، وكان رايح يجيب حبايه مانجا، فجاه لقيته ثبت مكانه وصرخ ووقع. ابوه وعمه طبعا يعني اتهبلوا، بس خافوا. قالوا له قالوا له مش احنا قلنا لكم محدش يقرب على حبايه مانجا واحده؟ اطلع اجري روح هات اهل البلد بسرعه، اجري اجري، يلا يا ابو احمد، يلا يا ابو محمود. الرجاله طلعوا يجروا، قالوا للولد روح هات اهل البلد، وهم طلعوا يجروا على الجنينه. طبعا الدنيا في الوقت ده كانت ضلمت، هما كان بيبقى معاهم يعني مش كشافات، ما كانش في وقتها كشافات كتير، كان بيبقى معاهم كلوب بيولعوا، وكانوا لما بيروحوا يقعدوا في الجنينه بيعملوا شعلة نار كده يقعدوا فيها. بيقول قعدوا فعلا، قعدنا ندور، قلبوا الدنيا، الراجلين راحوا قلبوا الدنيا على الولد في الوصف زي ما هو قال لهم ابن عمه اللي كان معاه ان هو جنب السور، مش لاقوه. طبعا الولد لما راح قال اهل القريه واحده، قال يا جماعه احمد وقع في الجنينه وتعالوا دوروا معانا. ابويا وعمي بيقول تعالوا دوروا، يقول البلد كلها اتلمت، البلد كلها جت، وكل اللي معاه كشاف وكل اللي معاه حاجه. يعني بيقول كان في اكتر، يعني حوالي اكتر من 200 300 واحد جم معاه. بيقولوا قلبوا الجنينة وفي المكان ده، ورحت قلت لهم على المكان ده، هو وقع في المكان ده الناحية التانية. الناس بدأت يعني قالوا له احنا دورنا في المكان ده، والناس نطت من السور مكان ما احمد قال له، ما كان ابن عم احمد ما قال لهم، وبرضه ملقوش حد، الولد اختفى. عشان فين وفين بعد ما يدوروا عليه يلاقوه واقع في جنينة تانية، واقع في جنينة تانية، مش في نفس الجنينة اللي هو وقع فيها، في جنينة ناس تانيين. طبعا لقوه مغمى عليه، الولد مغمى عليه وشفايفه دي بيضة. وأول ما فوقوه كبوا عليه المية وقعدوا يقروا عليه قرآن. الولد قام مفزوع وبيصرخ وقعد يجري، وكان مصاب بهستيريا شديدة جدا. يعني بيقولوا من درجة ان هو قام قعد يصرخ ويبكي ويجري وخايف ومذعور. بيقولوا شالوه، الناس شالوه قعدوا يقروا عليه قرآن الشباب لغاية ما خدوه في النور وفي العمار وهدوه وقعدوا يشربوه اهدى اهدى ويقروا عليه قرآن، وجابوله شيخ الجامع لغاية ما الولد تمالك نفسه وهدى وعرف يتكلم. كان بيتكلم وصوته وركف. الولد ده شاف اللي محدش يتخيله. الولد ده شاف ايه؟ بيقول انا اول ما طلعت وجاي امسك حباية المانجا وقرب عليها، شفت حباية المانجا دي مرسوم عليها وش. ايوه، بيقول وش حد، عينين ومناخير وبق، في وجه ظهر لي على حباية المانجا. وبيقول انا فضلت باصص بذهول، ده زي ما يكون راس بني ادم قدامي مش حباية مانجا. وبيقول لا كمان، بيقول عينيها، العينين اللي كانت على حباية المانجا يا جماعة، بيقول العينين دي كانت عاملة زي عينين القطة، اللي هو السواد الطويل اللي عامل زي الضافر ده. بيقول عين قطة مش عين بشر، عين القطة اللي بتبقى النن بتاعها طويل، مش العين المدورة الطبيعية دي. بيقول انا ساعتها معرفتش اعمل ايه. فبيقولوا له انت عشان كده اغمى عليك؟ قال لا انا مش اغمى عليا، ده انا في حد خبطني على راسي من ورا. بيقول حد خبطني على راسي من ورا عشان كده انا وقعت. هو مش حس باللي حصل بعد كده ايه، من ساعة الوقعة هو ما حسش بايه اللي حصل بعد كده. بيقول بس انا حد خبطني على راسي من ورا، عشان كده هو وقع فعلا في الجنينة، يعني وقع جوه الجنينة مش وقع من بره، يعني الخبطة جات له من ورا.
طيب يا أحمد، يعني ابن عمه قال أنا كنت ده أنا اللي واقف وراه وما شفتش وما لاحظتش أي حاجة، يعني خبطته من ورا، ده أنا واقف وراه، إزاي حاجة خبطته وأنا واقف؟ فجاء من الموجودين قالوا له لأ، أنت مش هتشوف اللي خبطه ومش هتشوف اللي عمل فيه كده، وقول الحمد لله إن هي خلصت على كده وإن هي عدت على كده. ده أنت ربنا كتب لك عمر جديد، مش كل حاجة تشوفوها وتغريكوا تجروا عليها. ممكن يكون ده طعم، ممكن يكون ده حد عاملها لكم عشان يسحبكوا الحاجة مش تتخيلوا هي مرعبة قد ايه. القصة دي حصلت بالفعل لشاب مصري. للمزيد من القصص المرعبة ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.